يا نهار ابيض، من احلى حلويات العيد اللي بحبها، هشه ودايبه وطعمها يجنن. وطبعا الفينش بتاعها بتاع جوز الهند والفورماسيل والسوداني المطحون بيضيف لها جمال، والشوكليت اللي احنا بنسيحها وبنزين بيها بجد خطيره خطيره خطيره. اقطمي منها بتحسيها انها بتدوب، جميله، جربوها وان شاء الله مش هتندموا بجد. كل سنه وانتم طيبين، ونبدا الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايه لكم وصفة جديدة من وصفات العيد. هنعمل ايه النهاردة يا بنات؟ هنعمل بيتي فور. عايزة اوريكم المقادير اللي انا هعملها. اول حاجة معايا كيلو زبدة، هاخد منه 4 كوبايات و4 بيضات، تمام. وده سكر مطحون، هاخد منه بمقدار المج العادي بتاعنا ده، هاخد منه مجين، يبقى 4 زبدة عليهم 4 بيض عليهم 2 سكر عليهم حوالي معلقة فانيليا سايلة، تمام. لو اكياس طبعا زودي لان السايلة بتبقى اقوى. ومعايا ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. والدقيق هاخد مقدار كيلو يا بنات، بيعمل حوالي 8 مجات من المج العادي بتاعنا ده، تمام. ودي مقادير كيلو دقيق معايا، تمام. نبدأ الطريقة ونوريكم. بدأنا ان احنا حطينا مقدار الزبدة بتاعتنا وحطينا عليها السكر، وهنبدأ نضربها مع بعض واحدة واحدة. هننزل البيض واحدة، يعني البيض هننزل حبة حبة، تضربي وترجعي تنزلي تاني. بس عايزة اقول لكم ملحوظة مهمة، الزبدة اللي احنا هنستخدمها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش من التلاجة، ما تكونش ساقعة، ما تكونش جامدة، وفي نفس الوقت ما تكونش دايبة وسايحة، لا، تكون بدرجة حرارة الغرفة. نسمي الله ونبدأ، ويلا. طبعا دي فقرة الدوشة، فانا هحاول على قد ما اقدر ان ما اطولش معاكم فيها، عشان بجد بيبقى صوتها مزعج قوي. فهضربها وارجع لكم تاني. كده شكلها بعد ما بقت قوامها كريمي كده وحلوه. هنبدا بقى ننزل البيض واحده واحده. وطبعا البيض حط عليه فانيليا. ماشي كده، نزلنا 3 بيضات، هننزل الرابعه. طب ايه، بصوا بعد ما قلبت البيض كله ال4 بيضات، هبدا بقى ان انا احط ايه ده بخلص. هبدا ان انا احط الدقيق بتاعي. طبعا انا قلت الدقيق كيلو دقيق، تمام، يعني بما يعادل 8 كوبايات. وما تعجنيش، تحاولي ان انت تلمي بس، تمام. البيتي فور ما بيتعجنش يا بنات. هكمل المقدار كله برده وارجع لكم تاني. بصوا ادي القوام بتاعها بعد ما ضفنا الدقيق وكده ولميناها، ما عجناش. بصوا القوام بتاعها حلو جدا. بصوا طبعا احنا هنجربها دلوقتي برده، هجربها لكم هتشوفوا هيبقى شكلها عامل ازاي، تمام. بصوا قوامها حلو قوي قوي، هنجربها دلوقتي. وطبعا بنشكل جربنا صاج مسحش يا جماعه، وطلع ما شاء الله جميل. هنا اضطريت ان انا اوطي الصوت الاصلي للفيديو عشان كانوا الولاد مشغلين التلفزيون، فكان الصوت عالي قوي، فقلت ان انا اسجل لكم عليه صوت. هنكمل تشكيل زي ما قلنا. احنا جربنا صاج الاول، لقينا العجينه ما شاء الله حلوه جدا. تعرفيها ازاي انها مظبوطه؟ لما تدخل معاكي الفرن ما تلاقيش الواحده فرشت، يعني ما كبرتش قوي، لا، بتبقى حجمها زي ما هو. فاحنا جربنا صاج طلع حلو جدا، وكملنا زي ما احنا. هتشكلي، واللي تطلع معاكي كبيره عادي ممكن تشيليها وتعملي غيرها. بيعلق في الاول، وبعد كده بيمشي معاكي المكبس بتاع البيتي فور، بيمشي حلو جدا. بعد كده بيبقى حلو وسريع وبينجز معاكي. وفي اشكال اعتمديها، الاشكال اللي تلاقيها طالعه مظبوطه معاكي اعتمديها. وحاولي مش بين كل صاج وصاج تغيري، لا، يعني هتعملي مثلا الشكل ده منه صاج او صاجين، اعمليها
عشان لما تيجي في التلزيق، لما تيجي تطلعيه بعد التسوية من الفرن يبقى كل شكل مع بعضه، مش كل صاج شكل مختلف، فتيجي لما تلزقي تقعدي تدوري بقى على الشكل اللي شبهه، وهتبقى حاجة متعبة جدا. واخدنا جزء من العجينة عملناه بالكاكاو، ضفنا للمقدار بتاعه اللي احنا خدناه، ضفنا له معلقتين كاكاو او 3 على حسب ما يظبط معاكي اللون اللي انتي عايزاه، وشكلنا جزء بالفانيليا ابيض وجزء بالكاكاو. وحاولي لما تيجي تسوي اللي بالكاكاو ما تحطيهوش في الصاج كله كاكاو، لازم تحطي على الاقل صف واحد معاه فانيليا، عشان الفانيليا بيبقى سهل ان انتي تعرفي ان هو استوى من لونه الذهبي اللي بيبقى من تحت ارضيته. جون تفضى عشان اكمل الباقي، وعمالين نسوي في حاجات استوت اهي. هوريكم كمان ادي فيه جوه. طبعا البيتي فور ما بيحمرش يا بنات، احنا حاطينه من فوق عشان مش هيستحمل النار من تحت، المفروض يبقى في النص، وما بتشغليش الشوايه، مجرد ما يصفر معاكي من تحت يبقى كده تمام. بصوا معانا اللي طلع، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، خطير. هاتي واحده كده الهام، خطير 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 يا بنات. اقلبي، بصوا دي التسويه المظبوطه بتاعتها، طالع بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا، حلو قوي، الله ينور. وطبعا عملنا جزء بالكاكاو وجزء فانيليا ابيض. كل ده مستوي، كل ده لسه عايز سوا، يعني كل ده لسه هيدخل الفرن. هنا بعد ما خلصنا تسوية المقدار كله اللي بالفانيليا والشوكولاتة، المقدار يا بنات، المقدار اللي انتوا شايفينه قدامكم ده من 2 كيلو زبدة. طبعا خد حوالي ازيد من 2 كيلو دقيق، لاني قلنا ال4 كوبايات زبدة كان عليهم كيلو دقيق، ف2 كيلو زبدة كانوا اكتر من يعني كل كيلو حوالي 4 كوبايات ونص. تمام. وهنا جهزت الحاجات اللي هزين بيها. عندي مربى فراولة هلزق بيها، وكنت جايبة شوكولاتة بني اللي هي سما، وكنت جايبة فرماسيل، وجايبة سوداني. سوداني كنا طحنينه، وجوزة الهند. تمام. بس بصراحة فقرة التلزيق دي كلها عملتها إلهام، لان زي ما انتوا عارفين مخبوزات العيد دي كلها احنا بنحب نعملها عند ماما على اساس نبقوا متجمعين فيها. فكنا خبزنا في اليوم اللي خلصنا فيه خبيز، اكيد ما لزقناش فيه، بنسيبه لتاني يوم عشان يكون بارد خالص ويستحمل المربى، ما يبقاش سخن، وتحطي عليه مربى وتلاقيه ايه يدوب معاكي، لان هو بيبقى هش ودايب، فعشان يبقى ماسك نفسه. فانا كنت روحت، والهام بصراحه ما استنتش لما اجي، هي اللي لزقت الكميه كلها وهي اللي زينتها. يعني اقول لكم فقره التزيين دي كلها الهام اللي عملتها، انا ما عملتش فيها اي حاجه. هنا بعد ما خلصت التزيين كله، تلزيق كله قصدي، بدات جابت الشوكولاته وبتبدا انها تسيحها على حمام بخار. بتحط من تحت اي حاجه فيها ميه، وبتكون النار هاديه. بعد ما تبدأ تسخن جامد حط عليها الشوكولاتة من فوق، بتفضل تقلب فيها وهي بتدوب لوحدها. ما تلمسيش الشوكولاتة، ما تحطلهاش، يعني حاولي المعلقة تكون ناشفة، والحلة اللي انت حاطة فيها الشوكولاتة تكون ناشفة، ما يكونش فيها نقطة مية عشان الشوكولاتة ما تخرصش وما تبصش معاكي. تمام. عايزة تحطي نقطة زيت تدي معاكي لمعة برضو بتبقى حلوة جدا. وبصوا هنا الشكل النهائي، انا طلعت في طبق كده عشان اصور لكم بس. حلو قوي قوي. بصوا شكل جوز الهند ده، بجوز الهند، وفي بالفرماسيل، وفي بالسوداني برضو المطحون. بصراحة كله طعمه جميل، وطعم مربى الفراولة تقطميه بصوا دايب يا بنات، والله طعمه تحفة. بصراحة كانوا خلصوا، الهام كانت خلصت وبعتولي بوكس كده. انا طلعت لكم في طبق، والباقي سبته في البوكس زي ما هو، هغطيه واشيله، وان شاء الله نطلعه بقى ضيافة في العيد.